السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم خاصني نهضر بصراحة وبلا نفاق. اللي وقع في ماتش جيش ملكي ضد الأهلي ما خصوش يدوز هكاك مرور الكرام. ملي كيكون الماتش في المغرب وكيوقع شي احتكاك بسيط كيقولوا جماهير المغربية ما متحضراش، كيبداو الهجوم في السوشيال ميديا. ولكن دابا شنو نقولوا على اللي وقع؟ الله يزار في وجه اللاعبين، القراعي كيضربوا بهم اللاعبين كيتعرضوا للضغط بطريقة ما عندها حتى علاقة بالتشجيع. فين هي الروح الرياضية اللي كيتغناو بها؟ المشكل ماشي في الهزيمة ولا في الفوز، المشكل في بعض الجماهير ولا الأغلبية ديال الجماهير المصرية اللي كتبغي دير دور الضحية ديما، ولكن منين يكون الغلط منها كيسكتوا عليه. حارس الجيش الملكي أحمد رضا التقناوتي كل مرة كيقرب للركنية كيتسلط عليه الليزر والضغط. واش هادي كرة قدم ولا شي حاجة أخرى؟ ودابا بغيت نقول حاجة واضحة: المغرب ماشي هو اللي خاصو يتعلم معنى التنظيم ولا الاحترام. الملاعب المغربية في الأحداث الأخيرة بينات مستوى عالي في التنظيم والانضباط، واللي وقع شي خطأ كيتعالج وما كيتبررش. لكن باش نبقاو كل مرة نسمعو خطاب فيه تقليل من الكرة المغربية، ومنين توقع نفس الأفعال عن الطرف الآخر كيبداو يدوروا الزوايا. إذا كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كيطبق القانون خاصو يطبقو على الجميع بلا استثناء. الليزر عنده عقوبة، رمي القنينات عنده عقوبة، ماشي على حسب اسم النادي. وما ننساوش الأهلي فريق كبير بتاريخه، ولكن كبر الاسم ما كيبررش تصرفات خاطئة من بعض الجماهير ديالو. أنا كنفرق بين النادي وبين بعض الجماهير، ولكن من حقنا ندافعوا على صورة بلدنا وعلى فريقنا. الجيش الملكي دخل يلعب كرة القدم، ما دخلش في استزادات ولا في فوضى. والملعب خاصو يبقى مكان للتشجيع، ماشي ساحة لتصفية الحسابات. والأمن فين هو الأمن؟ الأمن بدا كان عليه أنه يتدخل قبال ويدير الاحترازات أمنية، اللي كما درناها في كأس أفريقيا. كأس أفريقيا كانت تدخلات مزيان ومن شاهدت الأحداث اللي وقعوا. واللي كيضحك أكتر هو أن بعض الأصوات كتهضر وكأن المغرب ديما هو المشكل. اليوم الصورة واضحة والكاميرا نقلت كل شيء. في الأخير الرسالة بسيطة: احترام متبادل، قوانين تطبق على الجميع، واللي غلط يتحمل المسؤولية ديالو. المغرب ما محتاج شهادة حسن السلوك من حتى حد. الكرة المغربية واقفة على رجليها. خاصنا نبدلو شوية في طريقة التعامل ديالنا مع بعض الفرق المصرية وبعض الفرق الإفريقية عموما. راه الاحترام حاجة زوينة والضيافة المغربية معروفة في العالم كامل، ولكن حتى الضيافة خاصها تكون في إطار المعقول. كل مرة كنشوفو الاستقبال بالتمر والحليب والترحيب الكبير والصور والابتسامات، وهذا الشيء جميل ومشرف لنا كمغاربة. ولكن السؤال هو: واش كيتعامل معنا الطرف الآخر بنفس الروح؟ واش كيستقبلوا فرقنا بنفس الاحترام والتنظيم؟ إذا كان الجواب لا، وهذا الشيء كيتعاود أكثر من مرة، خاصنا نكونوا واضحين مع راسنا. ماشي منطقي تبقى تبين حسن النية ديالك ديما والطرف الآخر ما كيبادلكش بنفس المستوى. أنا ما كنقولش نقصوا من قيمتنا ولا نوليو عدوانيين، بالعكس. ولكن خاصنا يكون التعامل احترافي ورسمي أكثر، استقبال منظم واحترام كامل، ولكن بلا مبالغة وبلا زيادة زايدة. كرة القدم اليوم ما بقاتش غير عواطف، راه فيها حسابات وصورة بلد. وخاصنا حتى ما نبقاوش نمنيو راسنا كل مرة ونقولوا المرة الجاية غادي يتبدل الوضع. إلا شفنا نفس السيناريو كيتكرر خاصنا نراجعوا الطريقة ديالنا باش على الأقل نحافظوا على كرامتنا وصورة بلادنا. احترام متبادل، وإلا ما كانش متبادل كيولي سذاجة ماشي طيبة. أصدقائي، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله.